الواحد من ساعة ما ابتدى يتفرج على الزمالك وهو ليه ذكريات حلوة كتير مع الفريق، ودايما الفرحة بالبطولات معاه بيكون ليها طعم تاني كده. بس يمكن أكتر بطولة واحد فعلا كان نفسه يحضرها مع الزمالك كانت دوري 2003، أو زي ما الناس بيقولوا عليه دوري سيد عبد النعيم. لأن الموسم ده بالذات كان من أمتع مواسم الدوري المصري، والمنافسة بين الأهلي والزمالك كانت قوية جدا وفضلت مكملة لحد آخر جولة. وده على الرغم إن بداية الموسم ما كانتش تقول إن الدوري هيبقى مولع بالشكل ده، لأن الأهلي كان متصدر الدوري معظم الجولات، والزمالك وقتها كان بيشارك في أفريقيا وكان ليه مؤجلات كتير. وحتى بعد ما الزمالك لعب مؤجلاته الاهلي كان متصدر فرق 5 نقط قبل اخر 5 ماتشات في الدوري، وده خلى معظم جماهير الاهلي تحس ان الدوري خلاص قرب منهم، لحد ما يجي الديربي اللي لو الاهلي كان كسبه كان بنسبه كبيره جدا هيحسم الدوري. بس الزمالك وقتها عمل ماتش عالمي قدام الاهلي وقدر يكسب 3-1 وقلل الفرق لنقطتين عشان يرجع اماله تاني في الدوري. وساعتها الفرقتين قدروا يكسبوا كل ماتشاتهم لحد اخر جوله اللي الاهلي كان هيلاعب فيها انبي والزمالك هيلاعب فيها الاسماعيلي. وقتها جماهير الزمالك واللعيبه كانوا شايفين ان فرصه الفوز بالدوري بقت صعبه او كمان يمكن تكون مستحيله، لان فكره ان الاهلي يخسر او يتعثر في اخر جوله قدام انبي اللي لسه صاعد الدوري الموسم ده كانت حاجه مستحيل تحصل. بس المفاجاه ان الاهلي خسر من انبي 1-0 بجون سيد عبد النعيم، وعلى الناحيه التانيه الزمالك قدر يكسب الاسماعيلي في واحده من اعظم السيناريوهات في تاريخ الزمالك، واللي كان كابوس على لعيبه وجماهير الاهلي اللي عاشوا يوم صعب جدا، لان عمر ما كان يجي في بالهم ان هم ممكن يخسروا الدوري بالسيناريو ده. فبجد يا بخت جماهير الزمالك اللي حضر اليوم ده، لانهم حرفيا عاشوا واحده من اعظم ايام حياتهم مع الزمالك.